متعبا وحزينا بدا الصحفي الياباني المخطوف منذ حزيران يونيو لدى جبهة النصرة في تسجيل مصور وجه من خلاله رسالة إلى أسرته وبلده. مرحبا، أنا جونبي ياسودا. اليوم 16 من مارس هو عيد ميلادي. أتمنى معانقة زوجتي ووالدي ووالدتي وأخي. علي أن أقول شيئا لبلدي. عندما تجلس في غرفة مظلمة أينما كانت وتعاني من الألم بينما لا يوجد أحد بجوارك، لا أحد يراك، أنت إذن غير موجود. هذا الفيديو بث على موقع فيسبوك ومدته دقيقة واحدة، وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة NHK إنها تحدثت هاتفيا مع الرجل الذي نشره وأبلغها أنه تلقاه من شخص يسعى لإطلاق سراح ياسودا. السلطات اليابانية أكدت من جهتها أن الرجل الذي ظهر في الفيديو هو ياسودا، لافتة إلى أهمية سلامة مواطنيها بالنسبة لها. سلامة المواطنين اليابانيين أحد أكبر مهامنا، ونقوم بجمع معلومات ونبذل كل جهد ممكن للتعامل مع الموقف. الحكومة لم يصلها أي طلب فدية. وكان ياسودا الذي يعمل صحفيا بالقطعة منذ العام 2003 قد احتجز في العراق عام 2004، وأثار انتقادات لأن الحكومة اليابانية اضطرت للتفاوض لإطلاق سراحه. ولا شك أن وقوع ياسودا في أيدي متشددين في سوريا يذكر اليابان بذبح تنظيم داعش الإرهابي مواطنين يابانيين، أحدهما مراسل حربي مخضرم أوائل العام الماضي، حيث استحوذت لقطات مروعة لإعدامهما على الاهتمام في اليابان. لكن الحكومة قالت آنذاك إنها لن تتفاوض مع المتشددين من أجل إطلاق سراحهما. جريمة قد تدفع السلطات اليابانية إلى التفكير مليا هذه المرة قبل أن تجد نفسها أمام مشهد مماثل كضريبة للتعنت مع المجرمين. تذكير بأبرز